يا جماله يا جماله يا جمدانه اللي في العلب دي حاجه انت طلبتيها مني وانت دلوقتي هتتفاجئي. المخلل. بصوا يا جماعه، انا بصراحه يعني ما اكدبش عليكم، انا ماليش ابدا خلق ان انا استنى اسبوع واتنين عشان اكل المخلل والليمون بالذات. انا بحب اكله زي السلطه كده، يعني ممكن اعمله زي السلطه واكله في نفس الوقت. بنعمله بطريقه حلوه وسهله وسريعه وتجنن. ليمون، جزر، فلفل، حابه تزودي خيار ممكن جدا تزودي خيار، بس لما تيجي تاخدي منه تاخدي بالمعلقه. طعمه خرافه، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. ويلا نشوف اتعمل ازاي. طبعا كلكم عارفين ان انا بحب انجز وبحب الحاجه السريعه بشكل جنوني، لدرجه ان حتى الليمون هخليه واكله في نفس اليوم. طبعا دي طريقه ماما الله يرحمها، طريقه حلوه جدا. الميه بتغلي، غسلت الليمون كويس، قطعته نصين وحطيته يستوي لمده من 25 دقيقه لنص ساعه. لازم اتاكد انه استوى، لازم تمسكيه كده وتتاكدي انه استوى كويس جدا جدا. دي اول حاجه عندي. هتشطفيه حوالي 10 مرات، هتشطفيه كتير عشان ما يبقاش مر. وعلى فكره الميه اللي طلعت منه دي انا مش برميها، الميه اللي طلعت منه دي انا بحطها على اي حاجه بمسح بيها الارض، بغسل بيها المواعين، بضيفها عليه، بتخلي الحاجه نظيفه وزي الفل. المهم دلوقتي انا بقى بحضر بقيه الحاجات اللي عندي. بصوا يا حلوين وركزوا معايا. طبعا فلفل سبايسي للي عايز، فلفل اسكندراني زي ما انتم شايفين كده اللي هو الكبير الضخم ده، او فلفل رومي. شوفي ايه الفلفل اللي انت حابه تحطيه. المهم يعني انا خرطت الفلفل زي ما انتم شايفين كده وفضيته من البذور. حابه تخلي البذور براحتك، بس انا عاملاه زي ما انتم شايفين كده. والجزر كمان قطعته رفيع بعد ما قشرته طبعا الاول وغسلته وقطعته رفيع كده. الليمون ده اتشطف وقلت لك 10 مرات ليه؟ عشان يبقى دلع، ما ينفعش ادوقه والاقيه مر، عشان يتخلل في نفس اليوم. المهم يا ستي، حطيت بقى الحله على النار وحطيت فيها كوبايه كبيره من الميه. بعد ما غليت حطيت فيها معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من العصفر، معلقه كبيره من حبه البركه، حطيت معلقه كبيره من الفلفل الرومي اللي مش سبايسي، انا بحبه جدا بيدي لون جميل، بس ده مفروم وانا كنت شايلاه فروزن في الفريزر. ده بس شويه ميه منه كده يعني ايه. وعلى فكره في شويه تاني هنستخدمهم دلوقتي. المهم اول ما خدت غلوتين كده طفيت على طول، يعني نقول دقيقتين 3 كده. جبت بقى يا ستي الميه دي عشان هقولك هنعمل بيها ايه. هحط فيها الجزر، شايفه اهو مش على البوتاجاز اهو. حطيت الجزر علشان وجوده في الميه السخنه هيخليه يطرى شويه، بس برضو انا عايزاه كريسبي. يا اما كنت حطيته على النار بقى، انا مش عايزاه على النار خالص. وكمان حطيت عليه الفلفل، احطهم كده واحطه بقى على جنب. وبعدين هقول لكم هنعمل ايه في الليمون. انا بقى جبت بقيه الفلفل الرومي، هما كانوا شويه فلفل رومي كده عندي في الفريزر، فلفل رومي حلو كنت فرماه بالكبه. حطيت عليه معلقتين من العصفر، معلقه من حبه البركه، معلقتين كبار جدا من الملح، رشه كده من الكمون، ورشه طبعا من الشطه. وحطيت 3 4 معالق من الميه اللي انا لسه كنت غليها دي. بحط بس شطه هنا وهنا عشان ابتدي ان انا احشي الليمون بتاعي. فنقلته في حاجه غويطه عشان احط فيها ليمون واعرف احشيه كويس. انا زي ما انتم شايفين كده بقلبه، وبعدين بفتح كل واحدة وبحاول ان انا احشيها بكل الخلطة دي عشان اتأكد ان كل واحدة فيهم اتحشت بالخلطة دي. بس يا ستي حشيتهم بقى وخلصتهم كلهم. وبعد كده هبتدي بقى ايه، احضر العلب بتاعتي اللي انا هحط فيها الحاجات دي في التلاجة. وعلى فكرة كده بخصوص الليمون نقدر ناكله دلوقتي، الجزر مش هياخد 2 3 وهتاكليه برضو. المهم دلوقتي انا وزعت الليمون ده عندي على جبت علب كده، علبة 2 3 براحتك يعني. وبعدين رحت حاطه بقى فيها ايه، الجزر والفلفل. وبعدين اخدت بقى المية اللي هي دي اللي متبلة دي بالملح والعصفر وحبة البركة، زودت بقى بيها البطرمانات او العلب براحتك. ودلوقتي انا حطيت عليهم رشة زيت من على الوش وهدخلهم التلاجة. خلاص هاكل منهم على طول، انا مش هستنى كذا يوم ولا اي حاجة، هاكل منهم في نفس اليوم. انا بس بحبه ساقع، ممكن اسيبه ساعة في التلاجة، لكن هو طالما الليمون مستوي كويس جدا جدا ومشطوف كويس جدا جدا فخلاص مبقاش فيه مرارة ولا مزازة، تقدري حضرتك تحشي وتاكلي منه ويجنن. مش عايزة اقولك قد ايه فظيع، حلو قوي بجد. عايزه اسمع رايكم كلكم فيه، ان شاء الله يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. تاكليه دلوقتي، تاكليه في رمضان، تاكليه كل يوم. من سهولته وسرعته هتلاقي نفسك بتعمليه كل يوم. يا سلام على ساندوتش الفول ده بقى، وبتاكلي لوحدك كمان. امال اعمل ايه يعني كمان؟ ايه المفروض يعني حضرتك؟ وانا فين؟ انا رحت فين يا فرنسا؟ لا بصي بقى، انا مش فاضيالك وفرنسا والكلام ده، انا عايزه اكل. طب ما تديني حته كده هنا ولا اي حاجه؟ طيب لله. اقول ايه؟ اعمل ايه؟ طب حاضر اهدي استني. خدي ساندوتش فول اهو، ادي حته اهي، وهديكي ليمون. حاضر، انا ما اقدرش ازعل سلمى.
يا سلام. ادي الليمون اهو يا ستي وجزر. يلا ودوقي وسمعينا رايك عشان خاطرك. دوقي بقى الليمون ده عشان كده ايه. يا لهوي ده مربى ده مش مخلل. انتوا هتبقوا مبسوطين قوي وانتوا بتاكلوا الليمون في ساعتها. بس يا ريت تلتزموا بكل حاجه انا بقولها، هيعجبكم جدا جدا. هتخلصيه وتعملي غيره وتخلصيه وتعملي، يعني مثلا كل يومين 3 هتعمليه مش عايزه اقول لك ايش ليه رمضان، لا انت هتلاقي نفسك بتعمليه على طول. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم جدا جدا. ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه، عايزه اسمع رايكم في المخلل السريع ده، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.